مواجهات دوري أبطال أوروبا دور ربع النهائي. أنصحكم ما تفوتوش الحلقة ديت بالذات. كمان هقول لكم على سبب تأجيل مباراة النادي الأهلي ونادي إنبي اللي كانت المفروض تتلعب يوم الجمعة 15 مارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ معاكم يا ريت ما تنسونيش باللايك، عايز أوصل لأكبر عدد من اللايكات، والاشتراك في القناة ده شيء أساسي، عايز أوصل ل1000 مشترك. خلينا نروح الأول على مواجهات دوري أبطال أوروبا دور ربع النهائي. أول مباراة معانا أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، هتتلعب بتاريخ 9/4 الساعة 9 مساء. مباراة الذهاب هتكون على أرض أرسنال الإنجليزي، ومباراة العودة هتكون على أرض بايرن ميونخ يوم 17/4 الساعة 9 مساء أيضا. وأنا بتوقع فوز بايرن ميونخ، بالرغم إن أنا هشجع أرسنال، بس أنا بتوقع فوز بايرن ميونخ. المباراة التانية معانا في نفس اليوم وفي نفس الساعة، ريال مدريد الأسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، هتتلعب برضك يوم 9/4 الساعة 9 مساء. مباراة الذهاب هتكون على أرض الريال، ومباراة العودة هتكون على أرض مانشستر سيتي يوم 17/4 الساعة 9 مساء. وأنا بتوقع فوز مانشستر سيتي على الريال، بالرغم إن أنا هشجع الريال، بس أنا بتوقع فوز مانشستر سيتي. بعدها بيوم بقى المباراة الثالثة معانا، بعدها بيوم على طول باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الأسباني، هيلعبوا بتاريخ 10/4 الساعة 9 مساء. مباراة الذهاب هتكون على أرض باريس سان جيرمان الفرنسي، ومباراة العودة هتكون على أرض برشلونة الأسباني يوم 16/4 الساعة 9 مساء. وأنا بتوقع فوز برشلونة على باريس سان جيرمان وتأهلها إلى نصف النهائي، بالرغم إن أنا لا بحب ريال، لا بحب برشلونة، ولا بحب باريس سان جيرمان، بس أنا بتوقع برشلونة إن هي هتصعد على حساب باريس سان جيرمان. المباراة الرابعة معانا بروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الأسباني، هيلعبوا بتاريخ 16/4 الساعة 9 مساء. مباراة الذهاب هتكون على أرض بروسيا دورتموند الألماني، ومباراة العودة هتكون على أرض أتلتيكو مدريد بتاريخ 16/4 الساعة 9 مساء، بعدها بأسبوع برضو. وأنا بتوقع فوز بروسيا دورتموند على حساب أتلتيكو مدريد، بالرغم إن الفرقتين زي بعض بالظبط، بس أنا بقول حظوظ بروسيا دورتموند أكتر من أتلتيكو مدريد، دي من وجهة نظري. نروح بقى على سبب تأجيل مباراة النادي الأهلي ونادي إنبي اللي كانت المفروض تتلعب يوم الجمعة 15 مارس. السبب هو إن المنتخب الوطني داخل في بطولة عبارة من 4 منتخبات: منتخب مصر، المنتخب الوطني، ومنتخب تونس المنتخب الشقيق، ومنتخب كرواتيا، ومنتخب نيوزيلندا. مصر هتلاعب منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس اللي هيوافق 12 رمضان، وفي نفس اليوم 22 مارس منتخب تونس هيواجه منتخب كرواتيا. كل التوفيق طبعا لمصر في هذه البطولة والعميد حسام حسن. لو منتخب مصر فاز على منتخب نيوزيلندا، هيلعب على المركز الأول أو الثاني يوم 26 مارس، ولو المنتخب مصر خسر هيلعب على المركز الثالث والرابع يوم 25 مارس. والأهلي هيلعب مع سيمبا التنزاني يوم 29 مارس، يعني بعدها ب4 أيام فقط لا غير. والسلام ختام.